السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوه، ونتمنى اموركم كامله تكون مزيانه يا رب. كل ما كتمناوها الله يحققها لكم في هذه العواشر المباركه يا رب. اليوم جيتكم فيديو خفيف ظريف ديال واحد الكيكه اللي كتجي تحفه، خلاوها المصريين فعلا كتجي زوينه بزاف. تيجي مذاقها روعه وكتجينا خفيفه بالبنان او الموز اللي كيجي مكراميليزي. كتجي الصراحه زوينه بزاف، وما فيهاش كثره المكونات، فقط يكون عندكم غير البنان ووجدوها بعينكم مغمضين في دقائق معدوده، يعني ما كتخليناش الوقت نهائيا. خليكم مع المقادير اللي غنبداو على بركه الله. بسم الله. غنحتاج 3 ديال البيضات بحراره المطبخ، ممكن ديروا 2 بيضات كبار، انا عندي البيض صغير. كنديرهم في واحد البول، غادي نضيف عليهم هنا كاس الا ربع من السكر حبيبات، وربع كاس غادي نخليه اللي غادي تشوفوا من بعد شنو غادي ندير به باش ما تجيناش حلوه بزاف الكيكه. غادي ندير قبيصه ديال الملح دائما، غادي ندير بنانه اللي كتكون واحد شي شويه طايبه، غادي نقطعها على هذا الشكل، وغادي نضيف ليها كاس هنايا بعدا درت الفانيلا، وهنا غادي ندير كاس يعني ما عامرش بزاف من الزيت النباتيه، وغادي ندير في واحد الياغورت من نكهه البنان. يعني المكونات كاملين كنديرهم وغادي ندوز باش غنخلطهم اما بهذا الميكسور الا توفر عندكم، ولا ما توفرش ديروا يعني في الخلاط الكهربائي. ديروا كل شيء في دقه واحده وخلطوه صافي. كيبقى لنا غير المرحله ديال الدقيق، يعني ساهله مهله دغيا كتوجد معانا صافي. هنا غادي ندوز للمرحله ديال الدقيق. هنا قبل داك الربع كاس اللي نقصت من كاس كامل ديال العنبه، غادي نديرو في واحد الكاسرونه هكا واحد المقيله اللي غادي نخليه حتى كيذوب على عافيه اللي هي مهيله. غادي نحيد دوك الحبيبات اللي عندي قاصحين ديال سنيده. في هذه المرحله هذه كيف ما قلت لكم خليت السكر غادي يذوب على عافيه اللي هي مهيله. هنايا غادي ناخذ المول اللي غادي نخدم به انايا هذا الشكل دائري. غادي هنايا كنقطع الورق ديال الطهي. حاولت نوريكم غير الطريقه باختصار، يعني كاين اللي كيعرفها وكاين اللي ما كيعرفهاش. فالفيديو راه شارح نفسه، كنحاول هكا نعبر عليها. وغادي نديرو في القعر فقط، غادي ندير الورق ديال الطهي غير في القعر، والجوانب دهنتهم بالزبده. هنايا بالنسبه للدقيق انا خدات ليا دائما الدقيق كيبقى على حسب النوعيه ديالكم نتوما كيفاش دايره. وهنايا انا خدات ليا 2 ديال الكيسان وربع من قياس ديال العنبه، يعني كاس من قياس العنبه 2 كيسان ونص. هذاك الكاس اللي كتشوفوني كنعبر به راه بحالو بحال كاس العنبه. مهم انا العبار راني دايره بقياس العنبه، يعني فايت خادمه بهم. عند اخذت لي 2 كيسان ونص. وهنا درت واحد الخميره، انا عندي هذه خميره مجموعه فيها 16 غرام صافي. غادي نخلط المكونات كاملين، كنحصلوا على هذا القوام هذا اللي كيكون كيف ما كتشوفوا في الفيديو، كيكون ما عقدش بزاف وماشي خفيف بزاف. هنايا غادي ناخذ درت انا هنا 2 ديال البنانات اللي هما صغارين، غنقطعهم هكا بواور اللي كيكونوا رقاق، وغادي نستفهم كاملين في الوسط. على ما في هذا الاثناء هذا راه كتكون كيكون داك السكر ديالنا راه تيذوب، يعني كنديروا حتى المرحله اللي كتبقى لنا الدقيق عاد كنردوه باش كيتكراميليزا صافي. من بعد ما استفت يعني البنان كامل غادي نضيف عليه هاد الكراميل. هنايا انا راه درت واحد الكميه جاتني قليله صراحه، ما كنتش باغا نكثر على حسب الحلاوه، ما بغيتهاش تجيني بزاف. وعاود زدت واحد شويه، واحد 2 معالق كبار عامرين وزدتهم. هنا واخا كتسرحوه في الاول كتشوفوا يعني ما وصلكمش البنان كامل، المرصويات البنان راه ماشي مشكل. هي ملي كندخلوها كطيب في الفران راه كيسخن وكيسيح يعني على الوجه ديالها كامل، كتجي صراحه زوينه بزاف. فهاد الاثناء انا كنشعل على الفرن ديالي تيكون كيسخن على 180 درجه. فاش كنكون غنضيف الدقيق كنشعلو كنخليه يسخن. هنا صافي كنضيف الخليط ديالي كيف ما كتشوفوا، راه ضفت له واحد المعلقه من الخل، ديما انا كنضيفها للكيك غير ما صورتهاش. وصافي غادي نضيفها كيف ما شفتوا نضيف الخليط على داك البنان، وغادي ندخلها غطيب على درجه حراره 180 درجه حتى كنشوفها طلعت هذيك الحموريه يعني شويش من الجناب، كنشوفوها واش طابت لينا وكنهبطها كتحمر صافي. دغيا كتوجد، ما نقولكمش على واحد الخفه اللي فيها صراحه كتجي زوينه بزاف. هنايا تنحاول هكا غير لان عندنا داك الكراميل لتحت، كنحاول هكايا بقاش انا غادي نحيدها من المول وهي سخونه باش ما تهرس ليناش. كنحاول هكا شويه بشويه نحيد لها دوك الجوانب الا كانت شي حاجه لاصقه، وغادي نديرها في هاد الشبيكه هذه راه سخونه يعني خليوها تبرد واحد شي شويه. مهم انا راه سخونه هنا كنحيدها
صافي غادي نقلبها على الوجه ديالها وغنديرها في هاد الشبيكه باش كتهوى، يعني نمشي من هذيك السخونيه. وغادي نحيد الورق ديال الطهي. واحد الملاحظه هنايا، ملي كنجيو نحيدو الورق الطهي داك البنان كيبقى يلصق لنا معاه. هو راه نورمال لان كيكون هنايا عندي مازال سخونه، يعني داك البنان وداك الكراميل كيكون كتكون مازال سخونه، يعني البنان كيتبع ليا الكاغط، ولكن غير بشويه بشويه كنحيدو راه كيتحيد. ها نتوما راه شفتوا كل وحده راه شاده بلاصتها، يعني واخا كتحيد كنعاود نرجعها. هي منين كتبرد صافي يعني ما كيبقاوش يتحيدوا لنا نهائيا. فهذا هو الشكل ديالها كيفاش كتجينا. كتجي واحد الريحه فيها طالعه يا سلام، ما شهيتكم بصراحه والله. كتجي زوينه زعما، يعني من بين افضل الكيكات اللي عجبوني. من ضمنهم هاد الكيكه هادي ديال الموز واللي كتجي كراميليزه، كتجي صراحه زوينه. هنا غادي نقطع معكم مرسو وهي سخونه. ملاحظه اخرى، يعني بالنسبه لهاد الكيكه هذه فاش نبغيو نقطعوها من الاحسن نخليوها حتى كتبرد تماما عاد نقطعوها. علاش؟ لانها نتوما شوفوا كنقطعها وداك البنان كيلصق لي في الموس، في الموس لان داك البنان كيكون فيه داك الكراميل راه سي نورمال كيكون كيلصق. انا راه صورت معكم فيديو اخر وانا كنقطعها وهي بارده. انا يعني تعمدت انني نخلي لكم هاد اللقطه هذه، يعني بامكاني نحيدها من المونتاج وما نركزش عليها، ولكن يعني كنحاول نعطيكم هكا ادق الملاحظات باش ان شاء الله الكيك ديالكم يجي ناجح معكم. فهنا واخا هكاك يعني ماشي شي حاجه، غير هو من الاحسن هانتوما شوفوا راه مازال سخونه، راه باينه يعني في الكاميرا راه سخونه الكيكه. كتجي صراحه زوينه 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 بزاف، تيجي فيها واحد المذاق رائع ديال البنان، وكتجينا يعني معلكه من الفوق، والقوام ديالها صراحه تيجي مفشفش. ما نقول لكمش صراحه كتجي زوينه. انا هنا كما قلت لكم مازال غادي نوريكم فيديو اخر، يعني منين صوبتها من بعد خليتها حتى بردات، وعاود قطعتها معكم. غتشوفوني كنقطعها بكل سهوله، ما كيتحيدليش كاع داك البنان الفوقاني نهائيا، راه فاش كتبرد كيلصق عليها، ما كيتحيدش في مره. المهم خليكم مع الفيديو، انا غادي مازال غنوريكم يعني فاش كنقطعها وهي بارده. هنايا فاش غنقطعها معكم وهي بارده، انا راه كنحاول نقيسو تنوريكم بانه يعني ما تيلصقش. العكس فاش كانت سخونه، فاش قيت البنان هكا كيبقى يمشي لي هكا مع يدي. انا نقطعها عادي، تقطعوها كيف ما بغيتو، ما كيتحيدش البنان نهائيا، صافي تيكون برد وتكراميليزا ولاصق على الكيكه مزيان. صافي وهذا هو القوام ديالها. شوفوا كي تجينا مفشفشه، كتجي الصراحه زوينه بزاف. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخلي لي الراي ديالكم في كومونتير الى عجبتكم بطبيعه الحال. ونتمنى الفيديو يكون خفيف الظل على قلوبكم وما تنساوش تشجعوني دائما كيف ما كنقول لكم. تشجيعاتكم هما اللي كيخليوني نزيد نشارك معكم فيديوهات. كان هذا الفيديو ديالنا ديال اليوم، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. سلام.